هل تنجح المساعي السعودية والمصرية للمصالحة بين المغرب والجزائر؟ تشير بعض التقارير إلى أن هناك مساعي حثيثة تقودها السعودية ومصر للمصالحة بين المغرب والجزائر، وذلك خلال قمة جامعة الدول العربية المزمع انعقادها في الرياض بالسعودية في شهر ماي الوشيك. وكل المؤشرات تؤكد أن المفاوضات جارية من أجل إنهاء الأزمة بين البلدين الجارين والجلوس على طاولة المفاوضات لمناقشة القضايا العالقة وإيجاد حلول تناسب الطرفين بعيدا عن التعنت والعداء. ويأمل المراقبون أن تنجح الوساطة تدريجيا عودة الدفء إلى الجارين الشقيقين، غير أن هذه الوساطة ستصطدم بما قاله الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون في حواره مع قناة الجزيرة: إن العلاقة بين الجزائر والمغرب وصلت إلى نقطة لا عودة، وموقفنا جاء رد فعل. وتابع: نعتبر موقف إسبانيا بخصوص الصحراء الغربية موقفا فرديا من حكومة سانشيز. إسبانيا انحازت في ملف الصحراء الغربية بتصرفات سرية لا تعفيها من مسؤولياتها. وكان صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله قد دعا في أكثر من مناسبة الرئيس الجزائري إلى زيارة المغرب من أجل الحوار، بما أنه لم يتسنى إجراء هذا الحوار في الجزائر. وسبق لجلالة الملك في أكثر من مناسبة أن دعا عبد المجيد تبون إلى الحوار من أجل تطبيع العلاقات بين البلدين. أما مجلس الأمن الأعلى الجزائري كان قد أعلن في بيان شهر شتنبر من عام 2021 أنه قرر إغلاق المجال الجوي أمام الطائرات المدنية والعسكرية المغربية، وكذا التي تحمل رقم تسجيل مغربي ابتداء من اليوم. وأشار البيان إلى أن القرار يأتي في ظل ما سموه باستمرار الاستفزازات والممارسات العدائية من الجانب المغربي. وقطعت الجزائر علاقاتها الدبلوماسية مع المغرب، متهمة الرباط بالقيام بأعمال غير ودية وعدائية ضدها.